خطوطه ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة التي يحاول المصمم فيها أن يبرز أفكاره وخياله وإبداعاته إلى واقع بلمسات عصرية تناسب كل الأذواق. اليوم سوف نتعرف على إحدى المصممات السعوديات والتي لها بصمة واسعة ومميزة في عالم الأزياء. المزيد مع الزميلة سماح أبو عيادة، نتابع سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المصممة سامي عفش. أحب أني أعرض أزيائي 2013 سواء كان شتوي أو صيفي. القطعة تتميز على حسب شخصية الزبونة وعلى حسب قامتها ولون بشرتها. الخامات اللي استخدمتها عبارة عن صوف، كرستاز، أقمشة، جاكار، جازار، تفتة، على حسب الخامة اللي تضع فيها الكريستال والشغل اليدوي. القطعة هذه عبارة عن صوف. الصوف هذا متماسك في بعض وعبارة عن دانتيل، وعبارة عن كريستال بارز. تكسير الكريستال وتدخيله بطريقة غريبة في القطعة، وعبارة عن دمج الألوان طبعا على حسب. والكريستاز برضو يكون على حسب درجته، ممكن طريقة درجتين أو درجة واحدة. طريقة خلط الألوان مع بعض في القطعة برضو يعطي طابع للقطعة، ينتجها في النهاية بطريقة راقية. طبعا الزبونة لما تجيني إن شاء الله، أي زبونة بتجيني أنا أحاول أقنعها بطريقتي، إنه مثلا هذه القطعة إذا كانت ما تناسبها أو ما تناسب بشرتها أو قامتها أو جسمها، حجم جسمها، أقنعها بطريقة يعني لبقة شوية بحيث إني ما أثر عليها. وفي نفس الوقت إنه أنا طريقة تصميمي ما هو رسم يعني أمام الزبونة، لا، أسوي نفس القطعة أصنعها على جسمها، أصممها على جسمها. فإذا حست إنه القطعة هذه لايقة لها برضو يهمني رأيها أكثر، لأنه رأيها إذا هي ارتاحت الزبونة ريحتها. التصاميم تقريبا طبعا الخامات التفتة ممكن صبغه، ممكن حرق اللون، ممكن طريقة انه الواحد نفس القماش اللي استخدم فيه ممكن يكون عن طريق سواء كان جاكار، جازار، تفتة او حرير او سيموردر اللي هو اللي يجي نفس القماش له قصات غريبة. عن قطعة شتوية وفي نفس الوقت تناسب الصيفي. القطعة السادة جاكار إيطالي. طبعا القطعة ما بتجي بدي الطريقة، على حسب حجم الزبونة وجسمها، لها حجم معين ممكن أسوي لها بطريقة التكسير، تبغى بطريقة مثلا لفت القطعة على جسمها ممكن ألفها لف، ممكن أبرز لها هي بطريقة شغل بزيادة فيها، على حسب طلب الزبونة ممكن يتنفذ القطعة.
الفستان طبعا من تصميمي، عبارة عن فستان زفاف، شغله يدوي، سواء كان الكريستال النمساوي أو عبارة عن ورود. الورود هذه متقصقصة من نفس الكلفة. الكلفة معمولة بطريقة قص ليزر، على حسب حجم القطعة من تحت تتقص الورد. لبرنامج حياتنا سماح أبو عيادة، جدة. لقد أثبتت المرأة السعودية جدارتها في جميع المجالات ومنها عالم الأزياء. نهنئ مصممة الأزياء السعودية سامية عفش ونبارك لها بهذه النجاحات. كما طبعا الآن ننتقل إلى فنان الكاريكاتير أستاذ عبد الله ونشوف الرسمة الثانية معه، أكيد حتكون عن